إيه ده! إيه اللي أنا باعمله ده؟ هو أنا فعلًا اتجننت وهاولّع في المواعين بتاعتي؟ أيوه فعلًا أنا هاولّع في المواعين بتاعتي، أنا الست كده اللي عقلها طَق كده جابت المواعين بتاعتها وولّعت لهم كده الكانون وقالت إيه، أنا لازم أولّع في المواعين دي، أنا قرفت منها خلاص، وقُلت إيه، أولّع فيها بقى وارميها وخلاص على كده. أنا كده فعلًا اتجننت والّا أنا كده خلاص عقلت؟ حبايب قلبي إزيكم عاملين إيه، يا رب تكونوا بألف خير. بُصّوا بقى، زي ما أنتم شايفين كده كل بيت فيه مقلاية كده أو طاسة كده بنقلي فيها كلّها آه، دهون من برّه ومن جوّه، ودايمًا مركونة عندنا في فرن البوتاجاز كده. طَب أنا قرفت من المقلاية ديّة وعايزة أنضّفها بقى كده واشيل الدهون من عليها، عايزة أقول لكم بقى ما عادش في صحّة زي زمان، الناس تقعد تدعك بقى جامد كده بالسلكة، ويعني غسيل روتيني كده وبنمشّي الحال يعني، لحد ما الدهون طوّمت عليها وخلاص قرفت منها وكنت بافكّر أرميها وأجيب غيرها. والآخر قُلت طَب ليه، طَب ما أنا أجيبها بقى كده وأولّع لها شوية نار كده، شوية قوالح كده شوية خشب، وأحطها أولّع فيها زي ما أنتم شايفين كده، لازم تسخن جامد جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا الدهون بدأت تسيبها وتنزل إزاي، بدأت تبيض وتروح بربرق كده، بدأت الألمونيوم يبان فيها كده وتبقى مقلاية شكلها حلو كده، الواحد ما يقرفش منها بقى ويستخدمها تاني، بدل ما كنت خلاص راكناها بقى وخلاص بافكر إن أنا أصلًا هارميها يعني، وهاشتري واحدة تانية. بعد ما سخّنتها جامد على النار، بُصّوا بقى الدهون من أول دعكة بالسلكة خفيفة كده، الدهون أصلًا نزلت وسابت المقلاية دي من وهي لسه على النار يا جماعة، بس بندعكها برضه دعكة حلوة كده يعني بالسلكة بتاعتنا، وبتروح بقى بتبرق، هتشوفوا النتيجة معايا دلوقتي، ولا تقولوا لي بقى ما فيش. بُصّوا هاقول لكم على حاجة، الدهون لمّا تبقى متراكمة فترة طويلة وناشفة جدًا، جدًا على الطاسة كده أو المقلاية اللي بتقلي فيها، ما بتطلعش بأي مكون هتشتريه، أي مكون اللي هو بيزيل الدهون صدقيني مش هتطلع، لإن أنا جرّبت معاها كذا حاجة. مش هاذكر أسامي، بس أنا والله فعلًا جرّبت معاها كذا حاجة، كان يعني بتشيل الحاجات الخفيفة اللي جوّه، لكن اللي برّه ده ما كانش بيطلع خالص. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلّي المواعين اللي متكوّم عليها الدهون بقى لها سنين طويلة، لو 20 سَنة، هتولّعي فيها كده وهي هتنضف معاكِ بكل سهولة وهترجع معاكِ بتنوّر كده، والألمونيا بقى هترجع كده بيضة وحلوة وزي الفل، كإنِّك لسه شارياها جديد. ما فيش أسهل من كده، ولا هنكلّف نفسنا ولا هنروح نشتري ده ما أعرفش مكوّن إيه، ده بييجي عاملين إعلانات عن مكوّن إيه، ده بيزيل الدهون، ده الموال ده كلّه أنا معاكِ إن في مكونات كتيرة برضه بتبقى منتجات يعني قوية جدًا، مجرّد ما تسخّني الحاجة كويس وترُشّي عليها كده، بس عايزة برضه شوية صحة وشوية قوة كده عشان تدعكيها حلو وتفوّر لِك الدهون، لكن هي دي كانت أحسن طريقة جابت معايا من الآخر. بُصّوا منظر الطاسة بقى المقلاية بتاعتنا بقى شكلها حلو إزاي، نضفت كده وبقت إيه، برُق. بُصّوا بقى، حاجة كده ما شاء الله. كل الحكاية شوية خشب وشوية قوالح ولّعت فيهم عايزة أقول لكم إن أصلًا كده كنت مولّعة الكانون في اليوم ده باعمل المحشي اللي هو بتاع الفيديو اللي فات، وقُلت بقى بالمرّة افتكرتها كده وما افتكرتش إلا واحدة بس، يعني أنا عندي كمان واحدة صغنّنة حتى قدّها برضه مكسورة كده، كنت ما افتكرتهاش غير بعد بقى النار ما طفت، فالمرّة الجاية بقى إن شاء الله هابقى إيه، ألِم كل الحاجات اللي بايظة عندي وهاعملها كده. بس أنا فرحانة أوي إن أنا نضّفت الطاسة دي أو المقلاية دي وبقت بيضة كده وشكلها حلو كده بقى هاستخدمها ومش هاركنها ولا هارميها ولا هاشتري تاني، وخلاص كده بقى عرفنا الطريقة السهلة اللي مش هتكلفنا خالص، ومش هنشتري أي حاجة ولا بجنيه حتى. بُصّوا منظر بقى الطاسة بتاعتنا بقت شكلها حلو إزاي، بقت بتلمع كده وبتبرق كده وبقت حاجة نضيفة، نضيفة، نضيفة تفتح النِفس كده إن الواحد يعمل فيها بقى إيه، أكل وارجع أستخدمها كده وأقلي فيها ونعمل فيها كل حاجة زي ما كنت باعمل فيها قبل كده. إيه رأيكم بقى؟ يالّا حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطّوا له لايك للفيديو، ولو بتشوفوني لأول مرّة يالّا اشتركوا في قناتي وفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منّي كل جديد. بُصّوا بقى الطاسة، بُصّوا المقلاية بقت بيضة كده وزي الفل إزاي، أهي ما شاء الله بقت زي العسل بقت بربرق يا ولاد، كانت كلّها سواد، سواد. أنا عايزة أقول لكم ما كنتش ناوية أصوّر معاكم غير بعد ما حطيتها على الكانون كده والنار بدأت تاكل فيها كده والدهون بدأت قُلت طب وليه ما أقولكمش برضه أفيدكم الناس اللي مش عارفة. آآ
تعمل إيه في المواعين اللي متكوم عليها ومتراكم عليها دهون من سنين، هي دي أسهل